جابك. ازيك عامل ايه؟ شو وصلك؟ شلون طلعتي؟ انا اتصلت بالاستاذ يزن وجابني هنا. وشلون اندليتي؟ شلون جابك استاذ يزن يعني؟ شلون طلع؟ شفت رقمه على تيك توك لا انت قانعتني بغير، لا تدلي لي تيك توك هسه. قلتي لي انه رايحه البيت اخويا تنقلين وياها تحولين وياها الغرفه ف جابك. اسولفون؟ انا جيت. هي جت بعد. استاذ ما تندل. طيب شوف، اسمعني دقيقه. الله بالخير. الله بالخير استاذ. امنت عليها من باب بيتكم لهنا، وكنت كلش حريص على انه اوصلها لهنا بكل سلامه. فهي اليوم اتصلت علي على رقمي موجود، فقالت انه اريد اقدم له شيء بسيط على شيء سواه لي. انت ليش ضجت؟ طلعت بدون علمي. بس هي ما مسوي شيء خطا، الشيء اللي جيت تسويه شيء حلو ومرتب. وهي ثانيا ما تندل ما تندل بالعراق عامه مو بس ببغداد. وياي على التليفون سايق انا وياه على التليفون، والله العظيم من طلع لهنا وياه. انا ثقتي بها عاليه جدا. اعرف ثقتي بها عاليه جدا، لكن هي ما قالت لي من طلع. اعرف انا وياها على التليفون، وياي سايق على التليفون. ها وين وصلت؟ هيك مكان هيك مكان هيك مكان هيك مكان، وصلت وياه لحد ما اميت عليه هنا. اشهد ما بالله. مرتك بالحفظ بالصون وامان وفدوه لا تكسر الفرحه اللي جايه بيها. سويت لك مفاجاه حلوه. تمام؟ خلينا نسمع. اسمع. دام العراقي يصير يتعصب وشي، هذا خلاص انسى موضوع نجد. بعدين من يطلع خارج الاستوديو تعاركته وياه. لا ماكو عرك ان شاء الله، هو يكون عتب. لكن امان. ليش البصه الشريره دي؟ هاي البصه على قولة المصريين النظره العراقيه شويه يعني كيف خف. ترى شيء حلو حلقتنا اليوم. تمام؟ وامان امنت والله عليها من جبتها لهناك امان. ما قالت لي صار.